بقى لها يومين تقريبا قلبة الدنيا. هم في المؤتمر السنوي بتاعهم للديفلوبرز اعلنوا عن فيتشرز وخواص قويه جدا للاي اي هتنقل التولز بتاعتهم نقله تانية وهتقوي المنافسه كمان، بعد ما كان في تولز كده معروفه ان الناس بتعتمد عليها كل الاعتماد. كمل الفيديو للاخر عشان اخر فيتشر تجنن. مع بعض نشوف، يلا بينا. No more silence. Yes, we can talk. We can talk. We can talk. This ocean. مبدئيا اطلقوا فيو 3 وان هو بيولد فيديوز بليب سينك رائع، حاجه كده مبهره زي اللي احنا شايفينها دي دلوقتي. We can talk with accents. Oh, I think that would be marvelous, Fabio. Yes, it is very fun. I can talk. This is amazing. Imagine all the narrative possibilities. بعد كده اطلقوا اداة فلو، والاداة دي بقى جنان، ودي امثلة نقدر نشوف مع بعض ازاي ممكن تطلع نتائج مرعبة. I'm questioning, searching, and then something shifts and I'm not trying anymore, I'm just doing. And all of the pieces start falling into place. It all feels pretty clear in my head. I see these like flashes of possibilities, almost like I'm traveling through dimensions. At some point, you know, you could have. بداية من الست اللي لابسة فلاش لايت ده ولا ما تفهمش ايه ده. So the work isn't built brick by brick. وبعد كده بندخل على حاجات تانية غريبة زي واحد بيقوم في الأرض وحاجات كلها in another level، حاجة بجد مش طبيعية. يا ريت قبل ما نكمل معايا الفيتشرز تنزل تعمل لايك وسبسكرايب والكومنت خليه للاخر بعد ما تشوف كل الفيتشرز، وقول لي ايه اكتر فيتشر عجباك وهتخدمك في شغلك. كان نخش على جيميناي لايف، انت حرفيا بتكلمه ويرد عليك بطريقه سريعه جدا، مفيش حاجه اسمها بقى ديلي ويقعد يفكر، لا اللي بتقوله له بيرد عليك. وكمان تقدر تفتح له الكاميرا علشان اي حاجه قدامك انت مش عارف ايه هي او عايزه حتى يشرح لك تعمل ازاي، تفتح له الكاميرا تساله وهو بيعالج البيانات اللي قدامه ويرد عليك رد دقيق هيناسب المشكله اللي عندك وهتلاقي حل. بعد كده معانا ايماجين 4. ايماجين 4 بقى ده يعني حاجه كده رائعه برضو، يعني على نفس النهج بتاع الفيديو جنريشن، بس ده الفوتوز جنريشن او الايمج جنريشن، عباره عن ان انت تكتب له البرومت بتاعك وبتلاقي طبعا ان هو بيطلع لك صوره بس بقى بدقه ما حصلتش قبل كده. نبص نشوف قد ايه بيطلع دقه قويه جدا، يعني ما تقدرش حتى تقول ان هي اي اي. احنا اسفين يا سلام. بعد كده جوجل بتقدم جيميناي مع البراوزر بتاع جوجل كروم، عباره عن ان انت وانت فاتح البراوزر بتقدر تبحث عن اي حاجه في جوجل، بيكتب لك سمري كده سريع، لو بتسال على حاجه يرد عليك رد سريع. وتقدر كمان تساله هو كبراوزر اسيستنت، تقدر تساله او تقدر تقول له يجيب لك حاجه هيجيبها لك. كل ده بسرعه جدا، كل ده فور فري. بعد كده بندخل على جيميناي 2.5، ده بقى حاجه يعني جنان الجنان، تقريبا هو اقوى موديل في العالم دلوقتي، واطلقوا من يومين تقريبا او 3 ايام جيميناي 2.5 فلاش، وده طبعا تكلفته اقل من البرو ودقيق جدا برضه. والايجنت مود ده بقى حاجه كده تعتبره الاسيستنت بتاعك زي جارفيس كده الايرون مان او توني ستارك، بيعمل لك كل حاجه انت عايزها، يا دوب بس تقول له انا عايز كذا اعمل كذا، اعمل لي كذا في الوقت الفلاني، اعمل كل حاجه انت عايزها. وبندخل للي قبل الاخير واللي هو لايف ترانسليتور، بحيث ان انت ممكن تخش ميتنج وتتكلم مع حد لغته مختلفه عنك تماما، وليكن مثلا تتكلم فرنساوي وهو بيتكلم ياباني، هيجي لك ترانسليتور، لا ده انت هتسمع صوته باللغه اللي انت عايز تسمع الصوت بيها. You're gonna have a lot of fun and I think you're gonna love visiting the city. The house is in a very nice neighborhood and overlooks the mountains. بعد كده بندخل على اخر فيتشر، جولز ده هيبقى ايجنت مساعد للديفلوبرز، بيكتب كودينج كويس جدا دقيق جدا، تقريبا نسبة الخطأ قد تكون معدومة، هيظبط معاهم الشغل، تقدر تعتمد عليه. نصيحة لوجه الله، مفيش أي تول تاخد منها كوبي بيست، مفيش أي تول تمشي وراها عمياني، اتأكد دايما من الشغل واتأكد دايما من النتيجة بحيث انها تبقى النتيجة اللي انت راضي عنها. كده نكون خلصنا حلقتنا، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واستنونا في حلقة جديدة. سلام.